بص يا معلم، لو انت معاك دهب او ناوي تشتري دهب الفيديو ده ليك. النهارده هتكلم عن ارتفاع جنوني لاسعار الدهب، وهل فعلا ده الوقت المناسب للاستثمار ولا تستنى؟ وكمان هكشف لك توقعات اسعار الدهب في 2025 واللي هتفاجئك، فركز معايا للنهايه وما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناه علشان يوصل لك كل جديد. صلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام وخلينا ندخل في الموضوع. الدهب طاير في السماء. اول حاجه، سعر الدهب عالميا عامل قفزه مجنونه، النهارده سجل سعر اعلى مستوى ليه على الاطلاق. كل ده بفضل حبيبنا ترامب اللي قرر يلعب لعبه الكبار ويفرض رسوم جمركيه جديده على واردات العربيات، فالدنيا ولعت والناس جرت على الدهب كما لازم. يعني ببساطه كده اي حد كان ناوي يشتري عربيه جديده هيفكر 1000 مره بسبب الرسوم الجمركيه، والنتيجة المستثمرين والناس العادية بيجروا على الذهب لأنه المنازل آمن وقت الأزمات. طيب ومحليا في مصر؟ بالنسبة لمصر فالموضوع عامل زي التعبان، بقى فيه ارتفاعات وانخفاضات سريعة، بس اللي حاصل دلوقتي ان السعر استقر عند اخر انخفاض سجله، وده معناه ان السوق مستني مفاجآت قريب. دلوقتي بقى تعال نشوف الاسعار عندنا في مصر. عيار ال21 ب 4260 جنيه للبيع، وعيار ال18 ب 3651 جنيه للبيع، عيار ال14 ب 2840 جنيه للبيع، والجنيه الذهب ب 34080 جنيه للبيع. ومش بس كده، في ناس بتسأل عن تأثير الضرائب والمصنعية واللي فعلا بتفرق في السعر النهائي اللي بتدفعه عند الشراء، فخليك دايما متابع السوق كويس واسأل أكتر من محل قبل ما تاخد قرار الشراء. طب نشتري دلوقتي ولا نستنى؟ ده السؤال اللي الكل بيسأله والإجابة بتعتمد عليك. لو انت مستثمر وبتفكر في المدى الطويل، فالبنوك المركزية الكبيرة في آسيا ناوية تشتري ذهب بشكل مكثف خلال 3 لغاية 6 سنين الجاية، وده معناه ان الطلب هيزيد والأسعار هتفضل تزيد. وخليني اقول لك حاجة، الناس اللي بتشتري ذهب علشان تحوشه وتستثمر فيه لازم تكون عندها نفس طويل، مش مجرد ان الاسعار نزلت يوم تبيع ولا طلعت يوم تجري تشتري. الاستثمار في الذهب عاوز صبر وخطة واضحة. بالنسبة بقى لتوقعات 2025، وهنا بقى الصدمة، بنك جولدمان مان ساكس رفع توقعاته لسعر الذهب السنة دي ل 3300 دولار للأونصة بدل 3100 دولار. مش بس كده، لا، بيقولوا إن مع زيادة الطلب على الذهب كمال آمن السعر ممكن يوصل ل 3680 دولار في نهاية 2025. يعني اللي هيشتري دلوقتي ممكن يكسب مكاسب محترمة قدام. وطبعا ده غير ان في توقعات ان الاقتصاد الامريكي ممكن يمر بحالة ركود، ولو ده حصل المستثمرين هيجروا اكتر على الذهب، وده هيخلي الاسعار ترتفع اسرع من اللي كان متوقع. الخلاصة، لو ناوي تستثمر في الذهب لازم تكون فاهم انه استثمار طويل المدى، مش بس مكسب سريع. ولو بتفكر تشتري تابع السوق كويس واستنى الفرصة المناسبة. ومن الحاجات اللي ممكن تساعدك انك تتابع حركة الدولار، لان اي انخفاض في قيمة الدولار بيخلي الذهب اغلى. وكمان تابع قرارات البنوك المركزية، لان اي زيادة في شراء الذهب من البنوك المركزية بتضغط على الاسعار وبتخليها تطلع لفوق. واهم حاجة دلوقتي تتابع اخر التطورات عشان تقدر تاخد القرار الصح. وعشان كده انا مجهز لك فيديو مهم جدا لازم تشوفه دلوقتي، موجود قدامك على الشاشة، بيكمل الكلام اللي قلته النهارده. اعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. قول لي في الكومنتات رأيك في توقعات اسعار الذهب ل 2025، شايف انها ممكن توصل للارقام دي فعلا؟ مستني رأيكم. شوف الفيديو اللي فات واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. يلا سلام.